مساء الخير اصدقائي، شو اخباركم؟ ان شاء الله بتضلوا بخير على طول. اليوم حبيت افتح قناتي على اليوتيوب واتجه لهالاتجاه الكوميدي بتشجيع من رفقاتي. وسام تكت حبيب قلبي، واحلى رفيق كمان صديقي العزيز محموديشكو. تحيه وسلام لك خيي، وبتمنى تتوفقوا بحياتكم. واليوم بدي ابدا اول برنامج لي بهالقناه اللي هو اسمه كوميديا مسائيه. واول شغله يعني تخيلت احكي عليها لانه كتير زعجتني، هي الفيسبوك. حبيت احكي عنه اليوم لانه هو شغله برنامج مشهور ومعروف بين العالم كلياتهم. فاليوم بدي احكي لكم عن بلاوي الفيسبوك. ثلاثة. ايه اصدقائي، فبيكون بدي احكي لكم عن اشخاص الولاعات الفيسبوك. فهي متقسمه على اشخاص كتير. فبيجيكم اول شخص واول نوعيه هي بتشوفها كتير بتشوف منها كتير على الفيسبوك، اللي هي بيكون اسمه متسول اللايكات. اكيد بتعرفوا، اكيد مرق عليكم منه. يعني ما في شخص على الفيسبوك يمكن شخصيا مرق عليه واحد بيقول له حط لي لايكات. يعني وشوفوا لي هالسكتش واعطوني رايكم. يا اخوي ابو عبدو، كيفك؟ شو اخبارك؟ بربك نشرت صورة على الفيسبوك، شوف لي اياها، اعمل لي لايك وخلي رفقاتك كمان يعملوا لي لايك. خلي. شو يا زلمه؟ صورة تانية؟ من دقيقتين لسه نشرت صورة، والله عذبتنا معك. هلا بدك لايكات مني ومن كل رفقاتي؟ عم نزلم عليك بس ما قلنا لك مساء الخير، ما قلت لنا مساء الخير مساء النور. شو بك يا زلمه؟ ايه هي احلى صح. من دقيقتين نشرت صورة، بس هي احلى. هي شوفها، هي انا تحديت انا ورفقاتي مشان نعمل اكتر عدد لايكات. فانا ومجموعة من رفقاتي عملنا هالتحدي، فشوفها هي احلى واجمل كمان. اعمل لي عليها لايك وشوف مين بتعرفه كمان يعمل لي عليها لايك، ماشي؟ لك ايه، خلص طيب صرعتني يا زلمه. يلا باي باي. ايه راح احط لك لايك واعمل لك لكل المجموعات لايكات. خلص تكرم عيونك. باي باي. هاي اول نوعيه. بتجيكم النوعية الثانية أصدقائي، هي النوعية الغامض الصامت. يعني مو بس غامض وصامت كمان، إجباري ملتصقة ببعضها هي. بيقول لك على الفيسبوك، بينشر لك بوست بيقول لك إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا معك، بس لا قال لي مين مات ولا قال لي شو صار وشو عم يصير، ما قال لك شيء. خلص إنا لله وإنا إليه راجعون. لو يكون هو نفس الشخص ومبارك هيك على الفيسبوك، عم يراقب التعليقات، لك شو صار يا خيي، شو عم يصير، مين مات، ما برد ضلك. انا محبوب. وهيك بس بارك بس. واخر شيء بيكتب لك تعليق كومنت بنفس البوست: الحمد لله على كل شيء. انت بدك تغيظه لهالشخص، يعني جاوبه بطريقه غامضه اكثر من غموضه نفسه. اكيد انت بدك تغيظه لهالزلمه، انت بس بدك تغيظه تجاوبه جواب اكثر من غموضه، يعني غموض فوق غموض. فهو بكتب لك انا لله وانا اليه راجعون، اكتب له مباشره دنيا فانيه، حياه زائله. يعني اعطيه جواب يسدد له الغموض تبعه كلياته. بيجيك النوع الثالث اصدقائي، اللي هو نوع يعني هي شغله مثل البيت الفيسبوكي، اللي هي تيجي الام الفيسبوكيه. هي جزء لا يتجزا من الفيسبوك، لانه بالعصر من فوق 2015 دخلت الام الفيسبوكيه على الفيسبوك. ف الام الفيسبوك ايه بيكون انت نشر صوره انت ورفقاتك واصدقائك البنات والصبيان والشباب، فبتعلق لك امك مين هدول يا احمد. انت بتستحي ترد قدام رفقاتك وكذا وكومنتات، ترجع ما جاوبت على اول صوره بترجع بتجاوبك على ثاني صوره وانت ماشي مجموعه صور عندك ورفقاتك. مين هدول يا احمد؟ يا اخي ما بدك ترد، انت تحذف اللايك هداك الكومنت هداك، بترجع تقول لك مو عم اقول لك مين؟ لك انا ما عم بحكي معك قدام رفقاتك، بتضيعك بتشتتك. هذا هو الحل الوحيد بهالمشكله كلها العويصه. هو الحل الوحيد انك تنسحب تكتيكيا وتحرق حسابك من الفيسبوك. احذف حسابك. النوع الثالث يا اصدقائي اللي هو
بكون البروفايل الخطير، البروفايل الملغوم، ما فيك تقرب عليه. هذا بس شفته هروب، بنصحك، لانه بيكون هو امير الظلام، حفيف المنام، شخير المنام، مطلع من المدام. يعني هذا بالنسبه للشباب هو البروفايل الملغوم الخطير، لا تقرب عليه. بالنسبه للبنات بيجيك بقى هون اميره بعفويتي، جميله باخلاقي، النفخه بمعلاقي. يعني هدول البروفايلات من طرف الشباب، من طرف البنات ما تقرب عليه هون. بس انا بدي اتمنى شغله وحده، انه اعرف لما اميره الظلام، امير الظلام يبرك مع جميله بعفويتي، شو بيحكوا مع بعضهم؟ اكيد هي شغله واحده. امير الظلام ببعث لها صوت موج بحر، شش. هي جميله بعفويتي بتردد عليه صوت نورس. او بيكون امير الظلام بيعت لها صوت الظلام او بومه. يعني هاي اكيد الاصوات بيبعتوها لبعض، وهي جميله بعفويتي بترد عليه بصوره حجاب. كيف بنحط اللانسز، يعني اكيد يعني مبينه، يعني هربوا. واذا بعثت لك هي نفسها اميره بعفويتي لعندك طلب صداقه، كب الموبايل من الشباك ونط بالبحر، بنصحك يعني. وبننهي الحلقه يا اصدقائي يا حباب قلبي بشغله وحيده بنصحك، وهي نصائح عبده للشباب اليوتيوب، انه ما تنزل فيسبوك. واذا حبيت تنزل فيسبوك لتطلع اطلاعات جديده في اكثر من شغله، ما تقرب عليهم. ما تصادق اهلك على الفيسبوك، واذا صادقوك حروا لهم حسابهم. بس ما يطلع لي ابوي من البيت هنا. ثاني شغله بنصحكم، اميره الظلام جميله بعفويتي، الشباب هذول ما تقرب عليهم، لا الشباب ولا الصبايا اللي بيقربوا لك على الشغلات. وتفوت على صفحه سوداء، حط راسك ونام، بكره عندك شغل، بكره عندك شغل. كون انسان عملي. وانا بنصح الشباب كله والبنات يكون عندهم موبايل ابو البيل، هذاك كان شريف، لا بنزل صوره ولا بنزل شيء، بس الو ما في الو خلاص، يعطيك العافيه. واصدقائي بنشوفكم بحلقه جديده بكوميديا مسائيه، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقه وتصبحوا على خير. لايك وشير وسبسكرايب.